لو مجربتش طعم الفشل مش هتنجح. كلنا اتعلمنا ان الفشل حاجة وحشة لازم تتجنبها، لازم تحس بالخجل منها، وده بالظبط هو اللي بيمنعك من اي حاجة تستاهل في حياتك. لما بنقول فشلت بنقصد ايه بالظبط؟ اننا موصلناش للنتيجة اللي عايزينها، او اننا جربنا وما نجحناش، اننا تعبنا من غير ما ناخد حاجة. بس في تعريف تاني للفشل، التعريف الحقيقي. الفشل الحقيقي مش انك جربت وما نجحتش، الفشل الحقيقي انك ما تكونش جربت. الخوف من الفشل مش بيجي صريح، مش بيجي يقولك انا خايف، بيجي في شكل كلام معقول جدا: مش وقته دلوقتي، لازم اتعلم اكتر الاول، الظروف مش مناسبة و كل الجمل دي في الغالب مش حكمة، دي خوف بس لابس هدوم منطق. في فرق بين اتنين بيفشلوا في نفس الحاجة، الأول بيفشل ويقول أنا فاشل، مش بتاعي، مش عندي موهبة، وبيقف. التاني بيفشل ويقول تمام، اتعلمت ايه، هعمل ايه مختلف المرة الجاية، وبيكمل. النتيجة بعد سنة الأول في نفس مكانه، التاني في مكان مختلف خالص. الفشل نفسه واحد، اللي بيتغير هو انت بتعمل ايه بعد كده. الفشل نفسه واحد، اللي بيتغير هو انت بتعمل بيه ايه. كل واحد شايفه ناجح دلوقتي فهو فشل، مش مرة، مرات كتير. بس الفرق انهم موقفوش عند الفشل، عدوا منه وتعلموا منه. اللي انت شايفه من بره نجاح، من جوه رحلة فيها غلط وتصحيح غلط تاني وتصحيح تاني وتالت ورابع. النجاح مش غياب الفشل، النجاح انك بتفشل وبتكمل. في سبب عميق خلانا نخاف من الفشل، احنا بنربط الفشل بهويتنا. لما المشروع بيفشل بتقول انك فاشل، لما العلاقة بتخلص بتقول انك فاشل، لما بنغلط بنقول انا غلطت. بس المشروع مش انت، العلاقة مش انت، الغلطة مش انت. دي احداث بتحصل في حياتك، مش بتحدد مين انت. لما بتفصل بين نفسك وبين نتيجة اي حاجة، الخوف من الفشل بيقل بشكل مش طبيعي. الفشل مش تأييد للنجاح، هو طريق ليه. مفيش حد وصل لحاجة تستاهل من غير ما يعدي من مرحلة فيها غلط وتصحيح. السؤال مش هفشل ولا لأ، السؤال لما أفشل هعمل إيه. لو الكلام ده وصلك اعمل لايك دلوقتي عشان الفيديو ده يوصل لناس تانية محتاجاه، وشاركه مع حد في حياتك بيخاف يجرب، ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده بالظبط. القناة فيها كل الفصول الكتاب من الأول للآخر، روح اتفرج عليهم وخد الصورة كاملة، واشتركوا عشان الفصول الجاية فيها كلام هيفرق معاكم جدا.